بالنسبة للبنات اللي ما كتجيهمش المريقة ديال الشيفلور خاسرة وبنينة، غادي تتبعي معايا هاد الفيديو إن شاء الله غادي تعجبك الطريقة. كتجي مريقة اللي هي خاسرة وبنينة بزاف، وكيجي الشيفلور ما تشبعش منه بنين بزاف. حنا كناخدو الدجاج على حسب الكمية ديال الأفراد، كنضيف معلقة ديال الإبزار الأسود، معلقة ديال السكينجبير، ومعلقة ديال الخرقوم، وكنضيف شوية ديال الملح على حساب الذوق. عندي هنا بصلة كبيرة كنقطعها كنضيفها حتى هي، وعندي الزيت الزيتون كنضيف نص كاس ديال زيت الزيتون، لان كنعرفوا كاملين ان الشيفلور كيبغي الزيت باش كتجي المريقه ديالو خاسره وبنينه. كنضيف 4 الفصوص ديال الثوم محكوكين، غادي نزيد القزبر ومعدنوس مقطعين، وعندي هنا حبه ديال مطيشه محكوكه. المطيشه كتعطي المرقه الختوريه وكتخليها حتى هي كتجي بنينه بزاف وكتجي المريقه ملبيه. غادي نخلط الدجاج بهذه الطريقه وكنخليه على النار حتى كيتشحر، وكما كتشوفوا كتنزل البصيله وكتشحر، وانا كنقلبو باستمرار حتى ضروري نخليو المريقه تشحر عاد باش نضيفو لها الماء. صافي هنا غادي نضيف لها الماء اللي غادي يطيب لي فيه الدجاج، وغادي نخليها تغلي حتى يدخل طياب الدجاج، وغادي نرجع معكم باش نضيف الشيفلور. صافي غادي نغطي على الطنجره ديالي ونخليها طيب فوق النار. دائما النار كتكون مهيله. هنا من بعد ما غلات الطنجره وعاودات يعني الدجاج دخلو الطياب، كنضيف الشيفلور اللي قطعته على هذا الشكل وكنغسلو من بعد كنوضعوه على فهاد المريقه. مره غادي نبقى نحرك الطنجره باش حتى الشيفلور يدخلو البنه ديال المرقه وديال التوابل اللي عندنا في الطنجره. ما كنحركو لا بمغرفه لا بملعقه، يعني باش ما كيتهرسناش الشيفلور ملي كيبدا يدخلو الطياب دغيا كيهرى. غنخدمو غير الايد ديالنا مع الطنجره، كل مره نحركوها بالايد ديالنا وصافي. غادي نغطي الطنجره وغادي نخلي الشيفلور يطيب. هنا من بعد ما كيبدا يعني الشيفلور طاب واللحيمه طابت، هنا المريقه يعني بدات كتختار، غادي نخليها تزيد تقلى شويه حتى غادي تنقص لي ما تبقاش المرقه كثيره. ضروري كنبقى نقلب كما كتشوفوا بهذه الطريقه حتى كيتلبس لي الشيفلور بالمرق وبالتوابل اللي ضفنا. صافي كنصب الشيفلور ديالي كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. كتجي المرقه ديالو بنينه وخاتره وكيجي يعني شارب البنه. تبعوا هذه الطريقه ونتلاقاو في فيديو جديد.